هتوصل برضه، بس الطريق بتاعك هيبقى مختلف. سوفت سكيلز انا احتاجتها في الجامعه. صعوبات معينه انت مضطر ان انت الاول تواجهها وتعرف تتعامل معاها وتتعلم ازاي بتتعامل معاها، علشان قدام ربنا يديك الحاجه اللي انت بتحبها دي، تبقى قادر تواجه الصعوبات اللي هتقابلك مع الحاجه دي. صباح الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وسلامه. فيديو النهارده مهم جدا مهم جدا لدرجه ان انا كويت الطرحه ومعايا ادله تثبت ان انا كويت الطرحه لو هي مش باينه. تمام. انا كنت ناويه اتكلم بصراحه عن نصايح كان نفسي حد يقولها لي اول ما ادخل اولى جامعه، لان انا دلوقتي المفروض ثالثه جامعه بس انا حولت، فانا مش ثالثه جامعه، انا في تانية جامعه يعني. رجعت خدت سنه من اول وجديد، فحاسه ان انا يعني معايا معلومات كتير قوي كان نفسي بجد حد يقعدني ويقولها لي قبل ما ادخل الجامعه. بس افتكرت كمان ان في ناس للاسف يعني نصيبها ما كانش حلو ان هي تدخل او يمكن ربنا اختار لها حاجه احسن من اللي هم كانوا عايزينها، فان هم يخشوا جامعه تانية. فانا قررت ان انا هتكلم في ده موضوع الجامعه، لانها في الاول كمان انا دخلت في الاول جامعه انا مش حباها، وبعدها قمت محوله لجامعه تانية تخصص تاني انا حباه. وسبحان الله يعني بطريقه غريبه جدا. فانا يعني هحكي لكم شويه عن القصه دي، وان قد ايه فعلا يعني لما برجع ببص فعلا بقول لنفسي فعلا انا ما كانش ينفع ان انا اخش ادرس الحاجه اللي انا بحبها الاول. كان لازم من االاول لا ادخل ادرس دي علشان اتعلم 1 2 3، وبعدها ادخل المكان التاني او يعني ايه اللي هو الكليه احلامي. لان لو كنت دخلتها على طول فعلا كنت يعني ايه كانت هتبقى كابوس، ما كانتش هتبقى حاجه سعيده، ما كنتش هبقى مبسوطه بيها. فانا هشارك معاكم ده وهقول لكم كمان شويه نصايح كان نفسي حد يقولها لي اول ما ادخل جامعه. انا لو حد فيكم عارف المج ده، فانتوا دفعتي احنا كنا ثانويه عامه مع بعض، عارفين ده مج اشرف الشناوي كان بيدي كيمستري، كان عامل في سنه من السنين المج ده. بجد المج ده بحبه جدا رغم ان انا يعني كيمياء حاطط عليها جامد في ثانويه عامه، بس هي مش مشكله مش مشكله. خلطت القهوه حطيتها في الكوبايه والمفروض دلوقتي انقلها للكنكه، بس في مشكله كنت خالص ان انا مش لاقيه الكنكه. المشكله ان احنا بنخبي الكنكه. انا هقول لكم احنا بنخبيها ليه. احنا بنخبيها عشان في امبوستر في البيت بيسلق فيها بيض، فلما بنيجي نشرب قهوه بنلاقيها قهوه بطعم البيض، بطعم قشر البيض حتى مش بطعم البيض. فاحنا بنخبيها وبعدها بعد ما نخبيها بنقعد كلنا ندور عليها مش لاقيينها. فعلى الاغلب انا هعملها في حله، بس انا مش هوريكم كده عشان لو حد بقى من الناس اللي بتحتسي القهوه وبتحب تشربها يعني ايه هيجي لهم جلطه، فانا مش هوريها لكم. بس يعني ايه يعني لو ما لقيتهاش، بس ان شاء الله يعني نلاقيها ونعمل قهوه، عشان عندي مذاكره كتير وحاجات محتاجه اراجعها عشان لما ندخل السنه الجديده، عشان خلاص ابتدي جامعه بعد 3 ايام ابقى يعني دماغي ما تبقاش مصديه تماما يعني. انا بجد بحب اكل القهوه قوي. بوش مش هتعرفوا تشوفوها، بس هي عملتها بوش في الطاسه على الاغلب، علشان الاستاتيك. فهحط لكم الفيديوهات كنت مصوراها قبل كده وانا بعمل قهوه، بس يعني ايه انا المره دي ما لقيتش الكنكه عشان ما بقاش بكدب عليكم، احنا اسره في بعض. فاحنا عملناها في البتاع طلعت حلوه وطلعت بوش. ايه مره اكتر من ليالي طه حسين. اول حاجه بصراحه يا جماعه انا عايزه اتكلم فيها
هي جملة قريتها على تويتر، كان حد كاتب المؤمن كالغيث إذا حل نفع. أنا حاولت أدور أشوف هل ده حديث أو ده إيه، بس بصراحة ما فهمتش. يعني تقريبا ده مش حديث، دي جملة تقريبا أو أقوال مأثورة أو حاجة زي كده، تمام، لكنها فعلا حقيقية جدا. الغيث ده هو المطر، أو يعني المطر اللي بيجي بغزارة. وهحكي لكم قصة علشان نقدر نفهم المثل ده أو نقرب من الجملة دي أكتر. واحدة صاحبتي استأذنتها إن أنا أحكي القصة دي. كان نفسها تخش كلية ما وما دخلتهاش، يعني ربنا ما كتبلهاش فما دخلتهاش. صاحبتي دي يعني احنا الاتنين ما جبناش احسن مجموع، تمام، فدخلنا في الاول احنا الاتنين حاجات ما حبيناهاش. صاحبتي دي اشتغلت على نفسها وقعدت اول سنتين هي قاعده عماله تاخد كورسز وبتاع، واكتشفت ان في الجامعه اللي هي دخلتها في بعد سنه تانية تخصص انا مش عارفه انطقه، بس هو تخصص حاجه هي كانت عايزه تخش الجامعه علشانها، ولان هي كانت واخده كورسات وبتاع وكانت مهتمه، تمام، بدراستها، لان يعني ايه، هي من الحاجات اللي احنا كنا زي بنهون على بعض بيها ان هو كله خير. يعني في مثل بالانجلش بيقولك يقولني connect the dots backward، كان ستيف جوبز قالها، ان انت دلوقتي وانت محطوط في حاجه او ابتلاء انت ما بتبقاش فاهم الحكمه من ده او الحكمه من الحاجه الصعبه اللي انت بتمر بيها، لكن لما بيعدي وقت بتحصل حاجه بتفهمك بقى الحاجات اللي حصلت زمان. فهي لما ده حصل فهي يعني دخلت، ودلوقتي ما شاء الله عليها هي بتدرس التخصص ده، او هي بتتخصص حاليا، احنا لسه في الجامعه، في الحاجه اللي هي بتحبها، زائد ان هي ما شاء الله عليها جالها منحه ان هي تكمل في التخصص اللي هي حباه بره مصر، في جامعه ما شاء الله اللهم بارك من احسن الجامعات في العالم، حاجه ليها علاقه بالبايوتكنولوجي. احنا كنا بصينا من بره اللي هو ده خلاص كده المجموع ونهايه العالم وبتاع، زي ما احنا برضو احنا بنبص لها كده، لكن that wasn't the case. هو ربنا بس أجل لها ان هي يعني ايه تدرس الحاجه اللي بتحبها، علشان اولا يعني ايه يزيد يقيننا بربنا، اللي هو لما تحصل بقى قدام مشاكل اللي هو لا، ما هو ربنا عمل كذا 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 وكنت شايفه ان الدنيا مقفوله وان مستحيل يحصل كذا كذا كذا، واو، تمام. دي حاجه. تاني حاجه ان احنا نستوعب كبشر ان احنا علينا السعي للنتيجه، وان طالما انت سعيت فهي اكيد يعني مستحيل انت تبقى بتسعى وبتحاول تعمل حاجات كويسه وفي الاخر ربنا ما يجازكش، لا. بس هو فكره ان كل حاجه ليها تقدير. انا ما ينفع، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض، ما ينفعش ان انا اخد اي حاجه وقت ما انا عايزه، بيبقى في وقت معين لكل حاجه، في صعوبات معينه انت مضطر ان انت الاول تواجهها وتعرف تتعامل معاها وتتعلم ازاي بتتعامل معاها، علشان قدام لما تدخل او تبقى ربنا يديك الحاجه اللي انت بتحبها دي، تبقى قادر تواجه الصعوبات اللي هتقابلك مع الحاجه، لان هي الحاجه ما بتجيش سهله وحلوه، احنا في دنيا ودار ابتلاء، ان خلقنا الانسان في كبد. ودي حاجه حصلت معايا انا شخصيا. يعني انا في الاول دخلت الاول درست كليه تمريض، انا بحبها، انا كنت راضيه بيها، بس انا كنت عارفه ان انا عايزه ادخل اسنان، وما كانش في اي طريقه ادخل بيها خالص خالص خالص. لكن في نفس الوقت انا كنت بلاقي رغم ان انا دخلتها ورغم ان كل الابواب متقفله، انا لساني يعني ايه، عارفين يا جماعه لما بتحسوا ان انتوا بتدعوا غصب عنكم لحاجه، لدرجه انا كنت فعلا كنت ببقى بعيط. يعني انا مثلا ابدا الصلاه، انا من اول الصلاه لاخرها انا قاعده بدعي ان انا ادخل اسنان، واخلص الصلاه وانا مش فاكره انا قريت، انا مش فاكره انا عملت اركان الصلاه اساسا اللي هو الفاتحه وتكبيره الاحرام، انا مش فاكره انا عملتها لا، بس انا ما عملتش حاجه غير ان انا قعدت ادعي وساعات يعني كنت بعيط اللي هو يا رب انا راضيه، انا راضيه يا رب باللي انت كتبته وراضيه بالمجموع اللي انت كتبته لي، ويا رب طالما انت كتبت لي ان انا ادخل الحاجه الفلانيه يا رب والله انا راضيه، بس انا مش عارفه انا بدعي كده ازاي. يعني عارفين يا جماعه فعلا فعلا كنت بحس ان في حاجه بتجبرني ان انا ادعي، وكنت بعيط ساعات اللي هو يا رب انا اسفه، انا مش قصدي ان انا اعترض على القضاء، تمام. لحد ما في مره اتوضيت، كانت صلاه العصر، قررت يا رب انا آه انا مش هدعي باسنان يا رب، وقررت في الصلاه دي ان يا رب انت رزقتني كليه تمريض،
فانا اوعدك يا رب ان انا هشتغل على نفسي عشان ابقى احسن حد دخل كليه تمريض، تمام. ويا رب طالما انت حاططني في المكان ده، انا اوعدك يا رب ان انا هوريك رضايا عن قضائك بافعالي. وقررت ان انا اصلي. قسما بالله انا ما فاكره ولا حاجه في الصلاه غير ان انا قعدت ادعي باسنان ان انا ادخل كليه طب اسنان، وقاعده عماله اعيط. حتى سوره الفاتحه انا مش قادره اقراها، انا واقفه، انا بجد انا مش قادره اعمل اي حاجه خالص. انا قعدت تقريبا، دي كانت اطول صلاه صليتها يعني بجد. انا قاعده، انا مش عارفه ازاي، ومش يعني حاسه ان انا ماليش سلطان على لساني خالص. انا قاعده عماله ادعي لدرجه في الاخر انهارت وقعدت اعيط، اللي هو يا رب يا رب انا اسفه. معلش يا جماعه، اضطريت اوقف التصوير فجاه عشان كنت لازم محتاجه اروح انقذ العالم. كلما وسط المدينة رسم نداء لينادي. هكمل لكم اوكي. والستاند اتكسر فهنصور بالانجل اللطيفه دي. بقيت القصه انه وانا بجد قبل ما اخلص اول سجده، اوكي، بابا شاف اعلان لجامعه فاتحه جديده وواخده من مجموعي. اللي انا عملته، لو انا ما كنتش حكيته في الاول لان انا مش عارفه انا حكيت ايه وما حكيتش ايه، ان انا يعني ايه، سواء انا او صاحبتي، علشان بس زي نعمل ريكاب، انه احنا الاتنين شفنا يعني ربنا انت حطيتني هنا، طيب انا هحاول اتصرف بالموجود. ودي جمله الثيرابيست بتاعتي قالتها لي في وقت من الاوقات كنت بمر بمرحله صعبه قوي، انه لو انت عايز توصل في المكان اشتغل باللي موجود عندك دلوقتي عشان تقدر تبقى في احسن مكان بالحاجات اللي عندك، واكيد مع الوقت الحاجات دي هتاخدك لحته كويسه. فده بالظبط اللي حصل. انا قررت اللي هو طيب يا رب انا رضيت، سواء انا او صاحبتي اللي في القصه، تمام. واحنا الاتنين حاولنا نشتغل بالحاجات اللي كانت موجوده ساعتها، زائد الدعاء. اللي هو احنا بجد يا جماعه، انا لو ان الدفعات اللي اكبر مني او صحابي كده بيقولوا ان اول جامعه بتخشيها على الاغلب بيحولوا منها، كنت بقول لا مستحيل، مستحيل بجد. وانا بس كمان كنت عايزه افكركم بحاجه، ان الدعاء معمول علشان ندعي في الاوقات الاكثر استحاله. يعني وانا بصلي وبدعي ان ربنا دخلني كليه طب اسنان، لما قررت اللي هو ايه، طيب يا رب انا حسيت ان الدعاء ده رزق. يعني اكيد ربنا مش هيرزقني الدعاء بكليه معينه وهي مش مكتوبه لي، تمام. رغم ان انا يعني لو بصيت عليه من بره انا دخلت ثانويه عامه ونتيجتي طلعت ودخلت جامعه وخلاص، كنت التقديم قفل في كل الجامعات خلاص. سبحان الله ظهرت الجامعه دي اوت اوف نو وير بدعاء. لكن هو سبحان الله تدابير ربنا هي اللي بتحدد احنا نروح فين وهنبقى ايه. انا عارفه بجد ان اكتر حاجه احنا بنكرهها وبنكره نسمعها، لان انا كده كمان لما مثلا ابقى انا بمر بمرحله صعبه وعارفين الحاجات التحفيزيه، بحس في الوقت ده ان هي كليشيه فعلا، ان هو لا مستحيل وبتاع وكده، وببقى فعلا كارهه اسمعها. لكن لما برجع بقى ابص اللي هو لا ثواني، انا كنت شايفه ان الحاجه دي مستحيله بس ربنا عملها، وكنت شايفه ان دي مستحيله وربنا عملها، وكنت شايفه ان دي مستحيله وربنا عملها. دايما الحاجة بتبقى مستحيلة، ومش بس كده، ده دايما الحاجة بتبقى مستحيلة وربنا بيحققها بأكتر الطرق استحالة. لو انتم من الناس اللي ربنا كتب لها ان هي تدخل جامعة مختلفة عن الجامعة اللي هي عايزاها، انا عايزة افكركم بالجملة دي، ان المؤمن كالغيث اينما حل نفع. المؤمن كده كده نافع. طالما انت مؤمن بوجود اله، ومؤمن ان ربنا مش هيسيبك، ومش يعني ربنا ما بيخليناش نحب حاجة، تمام كده، لا هو بيبقى فيه حاجه انت محتاج تتعلمها. ساعات بتبقى الحاجه اللي انت محتاج تتعلمها ان الثقه في ربنا. مش شرط دايما الحاجه اللي احنا بنحبها ناخدها، ساعات اللي بيفيدنا ان احنا نحب حاجه لكن نختار، تمام، او مش نختار حتى ان احنا ما ناخدهاش. بس الفكره ايه، ان الحكمه ما بتبانش في وقتها، الحكمه بتبان بعدها وفي وقت. يعني حته ان انا احول من الجامعه دي، تمام، ده حصل بعدها بسنه. you only connect the dots backward. انت يعني ايه، عارف كانك حياتك فعلا معموله كانها رسومات، يعني كانها نقط 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 حاجات بتحصل وقتها، وانت بترسم النقطه دي انت شايف ان هي نقطه موجوده في بتاع، مش فارقه يعني ليه. وساعتها هنا يعني ساعات بنسال نفسنا كتير ليه يا رب، بس انت ليه دي انت مش هتعرف تعملها. انت عشان تعملها لازم تمر، تمام، بشويه حاجات ووقت عشان تلاقي نقطه تانية اترسمت. فالرسمه بدات تبان، او الحكمه يعني بدات تبان في الوقت ده. مثلا بجد من الحاجات المفيده جدا اللي اتعلمتها او اللي حصلت معايا، اللي اتعلمتها في الجامعه القديمه اللي انا كنت فيها، اول حاجه
فكره ان انا كنت بدرس تخصص نوعا ما خفيف ومش بيتطلب الكثير من المذاكره، فكان مديني اول حاجه وقت ان انا اكتشف نفسي. ففي الوقت ده انا كان عندي اكتئاب، تمام. فحته ان انا كمان دخلت الجامعه دي فادتني في حته ان انا اكتشفت نفسي واكتشفت انا بحب ايه، واكتشفت ان انا بحب التصوير وان انا بحب اليوتيوب. دي حاجه من الحاجات اللي انا اكتشفتها هناك، علمتني ان انا مش محتاجه استعجل في الحاجات. ودي حاجه مهمه قوي ونقطه مهمه قوي. احنا كتير قوي بنستعجل وبنبوظ حاجات لمجرد ان احنا مش قادرين نستنى، وان انا ابقى اكثر صبرا. والصبر ده احنا هنا ما بنتكلمش بس على الحاجات اللي احنا عايزين نحققها، لا كمان على العلاقات. بمعنى انا دفعتي ما كنتش احسن حاجه معاهم، يعني انا ما كنتش بتعجبني اخلاقهم وبتعجبني طباعهم، فما كنتش عايزه نبقى اصحاب. واللي عامه هو ما اختلفش كتير، يعني هو اختلف شويه بس هو ما اختلفش كتير قوي. فكره الصبر علمتني حاجه بقى مهمه في الموضوع ده، في موضوع العلاقات مع البني ادمين. انه اولا انت مش شرط يبقى عندك صحاب ومش شرط تبقى محبوب، حد واحد كفايه. ولو مش لاقي حد شبهك وطباعه شبهك واخلاقه شبهك وتربيته شبهك، احنا مختلفين بس في قيم ومبادئ البني ادم ما ينفعش يتخلى عنها. لو انت مش لاقي في حد ده عادي ان انت تصبر لحد ما تلاقي الشخص ده. فعلمتني برضو كمان ان انا ابقى مش خايفه من الوحده، مش خايفه ان انا ما بقاش الشخص اللي دايما عنده صحاب وكده. لان ده كمان يعني نقله ان انت بتنتقل من المدرسه للجامعه، فدي برضو نقله مخيفه جدا. يعني يمكن في المدرسه بتبقى اسهل كتير ان انت تعمل صحاب، لان انتوا بتبقوا دايما قاعدين مع بعض وعلى الاغلب انتوا بتبقوا صحاب مثلا من سنين، من كيجي او بتاع. لا الجامعه مختلفه، الجامعه انت بتقابل فيهم ناس كتير، لدرجه ان هي ادتني مفهوم احسن بكتير عن الثقافات التانية واحترامها. ودي حاجه حلوه جدا، لان انا دلوقتي انا بدرس في جامعه مش مصريه، فيها اجانب كتير. فهي يمكن كمان مدياني شويه ادفانتج ان انا بقى في الجامعه التانية اللي انا فيها دي انا عارفه اتعامل مع الدكاتره الاجانب، وعارفه اتعامل لو في دكاتره مصريين لان انا كمان مصريه، وعارفه يعني انا قادره اتعامل. زائد ان هي كمان علمتني ان انا ازاي ابقى اندبندنت، لان كان بيبقى في حاجات كتير لازم نعملها لوحدنا وكان لازم ننزل مستشفيات وكده. فده كمان علمني ازاي انا ادور على المعلومه، لان الجامعه اللي انا بدرس فيها ما بتدكش المعلومه في بقك. الجامعه اللي انا فيها بتقولك انت عندك كذا كذا كذا، وممكن كمان ما تقولكش انت عندك كذا كذا كذا، لكن تخش تلاقيه في الامتحان. فكره ان انا دخلت الجامعه دي الاول علمتني سوفت سكيلز انا احتاجتها في الجامعه الثانيه، علمتني ازاي اسال وازاي اسال الاسئله الصح وازاي ادور واروح اجيب المعلومه. دي حاجه مهمه جدا. انا لو كنت دخلت الجامعه اللي انا فيها دلوقتي من غير ما اروح الجامعه الثانيه، انا ما اعتقدش ان انا كنت هسرفايف، لان كان هيبقى عندي حاجات كتير انا مش عارفه اعملها ومفيش حد يساعدك. انا حاليا بعمل ايديتنج للفيديو، وفي حاجه يعني كنت قايلها بس مش لاقيه الفيديو بتاعها، الفوتج مش راضي يشتغل. فانا كنت حابه بس اقول ان انا مش عامله الفيديو ده عشان اقول ان كل الناس هتخش الجامعه اللي هم عايزينها وكده وبتاع، لان مش دايما that's the case. بس انا عامله الفيديو ده علشان اقول ان انت هتقدر تنجح بغض النظر عن بجد الحاجه اللي انت دخلتها. وانا عارفه ان هي ساوند كليشيه بس اسمعوني دقيقه. كتير قوي احنا بنبقى عايزين ندخل جامعه معينه او ندرس حاجه معينه لان احنا بنبقى شايفين ان مثلا انا شايف فلان الفلاني ده دخل الجامعه الفلانيه واتخرج منها، فبالتالي وهو شخص جامد، فبالتالي عشان انا انجح فانا لازم امشي على خطاه. واغلب الوقت بجد يعني اقدر اقول بنسبه مثلا 80-90% ان ده التكيس. في بيوت هديكم مثل انه في بيوت بتطلع اخين او اختين او اخ واخت ايا كان، يعني حد فيهم ناجح جدا وحد فاشل جدا، هما الاتنين في نفس البيئه نفس التربيه نفس كل حاجه، وبيطلعوا مختلفين جدا. طريقه استقبالك للحاجه وطريقه رد فعلك عليها بتختلف حتى لو انتوا موجودين في نفس البيت. فبالتالي انت ممكن كنت شايف ان انت هتبقى ناجح او انت في مكان انت عايز توصله، شايف ان الحاجة اللي هتوصلك للمكان ده هي 1 2 3. ربنا اعلم، ربنا عارف ان مش الطريق ده اللي هيوصلك، بالعكس الطريق ده ممكن يدمرك. فربنا هيوصلك برضو للحاجة اللي انت عايزها، ولو حمدت ربنا ولا ان شكرتم لازيدنكم هتوصل لاعلى منها، بس مش بالطريق ده. الطريق ده ما ينفعش انت تمشي فيه، ممكن حد غيرك يمشي، بس لا احنا محتاجين تمشي بطريق مختلف. هتوصل برضو بس الطريق بتاعك هيبقى مختلف.